خلقه فلا معقب لحكمه ولا رد لما قضى. قسم الأرزاق والآجال بين عباده، هذا منعه وهذا أعطاه، هذا أسعده وهذا أشقاه. أحمده على ما أعطاه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من شهدها يبلغ مناه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم عرضه ولقاه. ما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى، وأحذركم عن المعاصي فقد خاب من عصى مولاه، ولازموا طاعته ففي طاعته رضاه، وأنهاكم عن اتباع الهوى قد ضل من اتبع هواه، وآمركم بتعجيل التوبة قبل أن يبلغ الأجل منتهى. واعلموا يا عباد الله أن من ذكر الله ذكره، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله. واحذروا زمانكم هذا فإنه زمان قل خيره وكثر بلاء، واستغل كل منا بطلب الدنيا، وغفل الغافلون عن الموت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وصار الدين قريبا كما كان مبتداه، أو أسفاه وقلة حيلته في يوم تظهر فيه الفضائح ونشهد علينا فيه الجوارح والحاكم هو الله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وخير خديمه وأمته وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، أن من الأدب أن لا تمسي إلا لحاجة، فإن من الحماقة أن تضحك من خير عجب، وأن تمشي من خير أرب، وأن تلتفت من خير حاجة، ومنها أن تحترز من أن تكشف عن سراويلك، فإن ذاك من شيم فساق حسان. وأن لا تكشف عن بطنك أو شيء مما بين سرتك وركبتك، فإنه من الجهل وقلة المروءة. المروءة عباد الله هي أخت الدين، حيث فقد الدين معها. وأن تصافحه عليه من يدي، فإن الاختطاف الأيدي بسرعة مكروه، ودع له ولنفسك بخير، فإنه مما يكفر الذنوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير قديمه وأمته وسلم تسليما كثيرا. mbokk yi di noo ngi sant yàlla borom bi subhanahu wa